في الفيديو ده هقولك ازاي حرفيا تنزل كل دهون جسمك في 3 دقايق بس. ايوه زي ما بقولك في 3 دقايق. بس ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واخر الفيديو هقولك نصيحة مهمة جدا هتخليك تنزل دهون جسمك بشكل اسرع، فكمل الفيديو ده لحد الاخر. اول حاجه لازم تعتمد عليها عشان تنزل دهون جسمك هي تعمل دايت فيه عجز في السعرات وتزود الكارديو بجدول تمرينك. في ناس طبعا بالنسبه لها اللي هي تعمل دايت في عجز في السعرات ده صعب جدا بالنسبه لها. يعني انا مثلا حد عمري ما مشيت على نظام غذائي، عمري ما مشيت على اكل محدد، فالموضوع هيخنقني وبحيث اللي هو هيكون صعب وهزهق من اول يومين ومش هكمل فيه. فانت على قد ما تقدر تحاول ان انت تخلي اكلك هيلسي. يعني ايه؟ يعني على قد ما تقدر تحاول تتجنب الحاجات اللي هي مش صحيه، الزيوت، السكريات، الاملاح، عشان الاملاح بتحبس ميه في جسمك وكده. فانت على قد ما تقدر تحاول تتجنب الحاجات ديت. ودي كانت اول حاجه معانا. تاني حاجه هي الكارديو، ان انت تزود الكارديو بجدول تمرينك. والكارديو هي تمارين حرق الدهون. بس ليه انا ما قلتلكش ان الكارديو اهم من الدايت؟ لا بالعكس، الدايت الاول وبعد كده الكارديو. فانت الحاجتين دول لو اعتمدت عليهم حرفيا انت هتتطور بكتير. هما دول الحاجتين اللي انت لازم تعملهم عشان دهون جسمك تنزل. اول حاجه هي الدايت، عرفت اللي هو هيحكمك وكده، فبدلته لك ان انت تحاول على قد ما تقدر ان انت تخلي اكلك صحي. لان ناس كتير قوي قالت لي اللي هي بتعاني ان هي تمشي على نظام غذائي، والموضوع ده خنيق. انت مش داخل البطولة عشان تعمل كده، فعلى قد ما تقدر تحاول تخلي اكلك صحي. ونسيت اقول لك يعني ايه تزود الكارديو بجدول تمرينك. انت لو حد بتروح الجيم تخلي الكارديو بعد التمرين مش قبل التمرين، لان انت بتبقى داخل التمرين بطاقة 100%. ما تضيعهاش في الكارديو، انت رايح اصلا تتمرن تمارين حديد. فانت خلي الكارديو بعد التمرين. لو انت مش بتنزل الجيم فانت تلعب الكارديو ده ازاي؟ تتمشى، تجري، تحاول على قد ما تقدر ان انت تمارس التمارين ديت، لانها هتساعدك بعد الدايت ان انت تحرق الدهون اللي عندك. ودول هما نصيحتين اللي انت تعملهم عشان دهون جسمك تنزل. حرفيا الدقيقتين دول او ال3 دقايق دول هما فيهم الخلاصه كلها. فلو الفيديو ده عجبك متنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه. وفي فيديوهات قديمه لو انت بتروح الجيم، تمارين تشيست، تراي، تمارين الجسم كلها بانظمه مختلفه. وعلى قد ما بقدر بحاول ان انا اقدم لك نصايح وتريكات محدش هيقول لك عليها غيري. وكده الفيديو يكون خلص. لو الفيديو ده عجبك متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد على قناتكم المفضله كده كده تاج فيتنس. سلام.